اصعب مباراه ليا كانت اول مباراه ليا اهلي وزمالك. كنت انا لسه متصعد، وانت لسه ولد صغير 18 في سنه ولا الزمالك. 19 سنه وانا في الزمالك، اه وفنجاده لسه مصعدني وراجعين من البرتغال، واول مباراه ليك ضد النادي الاهلي في كان السوبر. في جماهير طبعا. طبعا اهلي وزمالك. الزمالك. ف... لا قصدي ف... الجماهير كانت لسه فانت بقوتها. لسه صغير، اه واول لسه مباراه ليك مع الفريق الاول، عايز تثبت نفسك، عايز تحط رجلك في الدرجه الاولى عشان ما ننزلش تاني ناشئين. الراجل حط ثقه فيك، فانت لازم يعني تقول له اللي انا موجود، وبتلعب في وسط نجوم كبار. فدي كانت صعبه جدا بالنسبه لي، كانت عنق زجاجه. كان مين المميزين في الزمالك في الوقت ده اللي انت استعدت فيه؟ كابتن تفتكر؟ حازم امام، كابتن حازم طبعا. كابتن طارق السعيد، طارق السيد، طارق السيد. تامر عبد الحميد دونجا، بشير التبعي، كان فتره الاباني. ذهبيه برضو للزمالك طبعا برضو. طبعا وليد عبد اللطيف، عبد تفتكر الحليم النتيجه علي، خلصت كام يا جمال كابتن؟ حمزه. النتيجه خلصت كام ساعتها؟ خسرنا بالضربات جزاء. صرتوا ضربات جزاء. لعبنا، المباراه خلصت والسوبر ده خلص ضربات جزاء وخسرنا بضربات جزاء. قرار خدته وندمت عليه؟ مشياني من النادي الاهلي، عشان انا اصريت ان انا امشي من النادي الاهلي، عشان الفتره دي ما كنتش بلعب، وكابتن حسام بدري ما كانش بيعتمد عليا، انا اللي طلبت امشي، فندمت ان انا مشيت. يعني انت اتسرعت. كنت مصدوم ساعتها ولا كابتن حسام كان مستواك يأهلك انت ما تلعبش؟ لا هو كان بيلاعبني وكنت ماشي معاه كويس، لكن هو الراجل يعني رحنا تركيا، معسكر في تركيا، وحسيت ان انا باين طبعا من خلال المباريات الوديه الاستعدادات اللي هو كان تريزيجيه لسه طالع، فبيلعب تريزيجيه، فواضح ان انا خلاص على مدار الموسم انا مش في دماغه، فبلعب 10 دقائق ربع ساعه، ما العبش خالص، فحسيت ان انا مش هيبقى ليا دور، وانا مش بحب ابقى. كابتن حسام عمل نفس القصه مع كابتن بلال وكابتن مدحت وشريف اكرامي. شريف اكرامي. انت عارف دايما لعيب الكوره بيبقى عايز دايما يبقى متواجد، عايز يبقى طبعا. دايما في المستطيل الاخضر، فبيبقى صعب عليه. كانت تفرق معاك لو اتعامل معاك نفسيا؟ طبعا. يعني حتى انا ما هلعبكش بس نفسيا انت موجود طبعا. وانت يعني في الصورة. انا لما اتكلمت في الموضوع، كابتن سيد ابو حفيظ ده طبعا اخويا الكبير، كلمني بمنتهى الشياكه والاحترام، انت من اللعيبه الكبيره ازاي وي ومتمسك بيا، طب اصبر هكلم كابتن حسام. يعني الراجل بيبين لك يعمل احتواء. فطبعا الموضوع لما راح لكابتن حسام، هو واضح ان انا ما كنتش في دماغه خالص، فالراجل يعني وافق ان انا امشي. انت عارف لو انا كنت منتظر منه، طب اصبر هتيجي الفرصه، كلمني حتى لو مش هتلاعبني زي ما حضرتك بتقول، بس اديني الثقه، اديك الثقه، انت اتمرن هتبقى كويس، انت ليك دور، انت هتتفرق معاك، كنت تتمسك بيا. لكن طبعا لما لقيت اللي هو كده، انا اتمسكت ان انا امشي، لكن لو رجع بيا الزمن مش همشي من النادي الاهلي. امنيه بقى كان نفسك فيها وما اتحققتش؟ ان ابويا الله يرحمه كابتن اينو يشوفني وانا مدرب، زي ما شافني وانا لاعب وحققت بطولات الحمد لله، وشافني في الملعب كتير وكان بيلف ورايا. كان نفسي يبقى موجود لما بقيت مدرب وبقيت مسؤول عن فرقه كامله، والنجاحات اللي انا عملتها الحمد لله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والبطولات اللي خدتها وانا مدرب، وحياتي دي بقى كان نفسي اللي هو يكمل معايا لما بدات حياتي التدريبيه بقى. واكيد ده قدر ربنا طبعا. ربنا طبعا، بس انا طبعا انا كان نفسي اكون متواجد، اللي هو مشاعرك دي ده بر ليه طبعا، ربنا طبعا يرحمه. طبعا الله يرحمه طبعا، لكن كل شيء نصيب. جعلك امتداد ليه. اقرب لاعب ليك في الوسط الرياضي؟